دلوقتي انا هقولك ازاي تلم المنهج في ال3 شهور دول، بحيث انك تذاكره مره وتراجع عليه مره لو متعرفش اي حاجه في المنهج. تخيل معايا انك قاعد في مكان عطشان جدا ومش معاك غير كوبايه ميه، ولاي سبب من الاسباب انشغلت عن كوبايه الميه فوقع منها نصها. هل هتمسك كوبايه الميه تدلق النص التاني وتقول خلاص النص الاولاني وقع فخلاص انا هدلق النص التاني مش مهم اشرب هقعد عطشان؟ ولا تمسك كوبايه الميه تشرب الميه الموجوده فيها وتنقذ ما يمكن انقاذه؟ ده بالظبط نفس النظرية اللي هنتبعها في آخر 3 شهور في ثانوية عامة، واللي هقولك تستغلهم ازاي صح. حتى لو ما بدأتش، حتى لو ما تعرفش حاجة في منهج ثانوية عامة، هقولك كل مادة بالتفصيل هتعمل فيها ايه وهتمشي ال3 شهور ازاي. ولكن طبعا قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتعمل شير كتير جدا للفيديو. ويلا نشوف الفيديو. حابه اقول لك حاجه في اول فيديو، انا في الفيديو بتاع النهارده انا مش جاي اقول لك كلام موتيفيشن بقى وكليشيه وتعرف تطير من غير جناحات وتبقى تنين مجنح والكلام اللي مال الفيديوز بتاعت اليوتيوب دي اللي هو طلع الاول على ال7 قارات بمذاكره اخر شهرين. بس لا، جاي اكلمكم كاختكم الكبيره بجد، حد بينصحكم وعايز مصلحتكم، حد لو اخويا جه سالني هعمل ايه يا مريم انا هقول له اعمل كذا كذا، مش بقى علشان اجيب ريتش والكلام ده. فاي كلمه هقولها في الفيديو بتاع النهارده هي بجد من قلبي ليكم. اول حاجه عاوز اقولها لك، ودي اهم حاجه اقولها لك في الفيديو كله، وهي انك تصلح علاقتك بربنا. راجع علاقتك بربنا كده اخر فتره. بتصلي الصلاه في ميعادها او بتصلي حتى؟ صمت كام يوم في شعبان؟ بتصلي قيام ليل؟ بتقرا الاذكار؟ قريب من ربنا؟ في مثلا بينك وبين ربنا صدقه كده محدش يعرف عنها حاجه؟ طبعا الحاجات دي الوحيده اللي هتوفقك في ثانويه عامه وتخليك تجيب مجموع. متجيش تقولي مثلا اصل انا حليت 4 كتب في كل ماده وان انا خلاص انا ضامن ان انا اقفل في الامتحان. في ناس بتذاكر من اول السنه وممكن ربنا ما يوفقهاش اخر السنه وما تجيبش مجموع. ممكن انت تذاكر اخر 3 شهور وتقرب من ربنا وتجيب المجموع اللي انت عايزه. اصل هي مش حجة اللي بدأ الاول واللي بدأ متأخر وربنا مش هيساويني. ارجوكوا بلاش العبط اللي بيجي في دماغنا ده، لان احنا عشان مثلا ثانويه عامه لسه مش مدركين، ولكن هو ربنا مش بيتعامل معانا كده. مفيش حاجه اسمها اصلا لو ما ذاكرتش من شهر 8 اللي فات لحد شهر 7 اللي جاي وفضلت مموت نفسي مذاكره مش هجيب مجموع ربنا مش هيساويني ومستحيل. لا، ما ربنا ما بيفكرش كده. ارجع لربنا دلوقتي، ارجع صلح علاقتك بربنا. حاول كده تراجع علاقتك بربنا في الفترة الأخيرة. شوف صلاتك، بتصلي الصلاة في ميعادها؟ بتأخر الصلاة؟ بتجمع الصلاة؟ ارجع راجع كل حاجة. من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله. انت لو بتصلي صلاة كويسة وبتصلي الصلاة في ميعادها كل أعمالك الدنيوية الباقية إن شاء الله ربنا يوفقك فيها وهتعملها. فأول حاجة هنصحها لك صلي. صلي وقرب من ربنا. احنا داخلين بعد يومين بالظبط ان شاء الله على رمضان، فانت من دلوقتي خلي شهر رمضان ده اعبد ربنا كويس وذاكر كويس واعمل اقصى ما عندك. تيجي تقول لي يا مريم طب انا مثلا دلوقتي مقرب من ربنا عشان عاوز اجيب مجموع مثلا ربنا ممكن ما تقبلش عشان انا مقرب منه عشان مصلحتي. طب هقول لك حاجه، ابسط مثال، انت لو عايز من والدك او من والدتك حاجه هتروح مثلا تشوف كل حاجة باباك عايزها هتروح تعملها، والدتك عايزاها هتروح تعملها لها. كل حاجة تبقى بص بلسم معاهم، هتعمل كل حاجة هم عايزينها، وهم اصلا اوريدي هيبقوا عارفين انك بتعمل الحاجة دي علشان انت عاوز حاجة فلانية، وهم يعملوا لك الحاجة الفلانية لما يلاقوك مثلا بتسمع كلامهم وبقيت كويس وانك مثلا علاقتكم بقت كويسة وبتسمع الكلام خلاص هتعمل. ودول مجرد بشر زينا كلنا عباد لربنا. هم بص ربنا مش محتاج مننا حاجة، عبادتنا نفسها اللي احنا بنعبدها له ربنا مش محتاجها. احنا بنعبد ربنا عشان احنا اللي محتاجينه. ما ترجعش تقول اصل ربنا مش هتقبل مني اصل. لا، ربنا غفور رحيم، ربنا بيغفر كل الذنوب. يعني مثلا لو بتعمل ذنوب كتيرة جدا وجيت تبت دلوقتي وقلت خلاص انك ما عدتش تعمل الذنوب دي كلها وتبت لربنا، كل ذنوبك اللي كنت بتعملها دي تتحول حسنات، وربنا يغفر لك كل الذنوب اللي عملتها دي ولا يبالي. يعني كل الذنوب دي عند ربنا ولا حاجة، ولا حاجة لما تتوب ربنا هيغفرها لك. انما طول ما انت بتعملها ربنا ممكن يحرمك من التوفيق، يحرمك من حاجة انت عايزها. فحاول تصلح علاقتك بربنا، دي اهم حاجة بجد، ودي اهم نصيحة انصحها لك. ربنا الوحيد اللي قادر يوصلك لحلمك. انت مهما سمعت نصايح منه وسمعت نصايح معرفش الاول على الجمهورية وسمعت كل الكلام ده مش هتوصل لحاجة لو ربنا مش رايد كده ومش هيوفقك للحاجة الفلانية. فانت حاول ترجع لربنا وارجع صلي. تاني نقطة عاوزة اكلمك فيها وهي ما تقارنش نفسك باللي بدأ من اول السنة. ما تفكرش هم عملوا ايه من اول السنة وذاكروا قد ايه وانت مش هتلحق تعمل حاجة وما عادش غير 3 شهور. الكلام ده كله صعب من دماغك وشيله من دماغك خالص. انت قدامك 3 شهور هتستغل ال3 شهور دول كأن ثانوية عامة بس 3 شهور، وكل ثانوية عامة بتبدأ في ال3 شهور دول. محدش بدأ من شهر 8 او من شهر 9 والكلام اللي بنسمعه كل ده.
انت كأن ثانوية عامة 3 شهور اللي قدامك دول بس هتعمل فيهم اقصى ما عندك، هتذاكر وما تفكرش في حاجة، ما تسمعش بقى يقولك اصل مش هتلحق تجيب المنهج من الاول، اصل المراجعة النهائية وما اعرفش ايه، اصل الترم التاني بيخلصوه. لا، انا اقولك اصلا تعمل ايه دلوقتي، ولكن ما تفكرش في الكلام ده، ما تشغلش دماغك، ما تقارنش نفسك بزميلك اللي بيقفل في الدرس. مالكش دعوه ما اعرفش مين اللي حل 3 كتب في كل ماده وانت اصلا ما حلتش على درس واحد في كتاب. لا، ما تفكرش كده. الكلام ده طول ما انت حاطه في دماغك عشان هيفضل يوسوس لك ان انت مش هتوصل. اللي بدأ ما اعرفش ايه وحله 3 كتب وفي المراجعه النهائيه وانت لسه بتبدأ منهج، فاكيد اوريدي مش هتوصل. طبعا يعني لو جه في دماغك الكلام ده انت فعلا هتصدقه، اللي هو ازاي في 3 شهور بقى، ازاي في 3 شهور انا اخلص كل المنهج. فبليز كل الكلام اللي بيه في دماغك ده ما تفكرش فيه. رقم 3 عاوزه اتكلم فيها برضو الاهل. لما اهلك يجوا مثلا شايفينك ما بتذاكرش مثلا، فيجي يقول لك معرفش مين اللي حل 3 كتب ومعرفش مين وانت فاشل وانت مش هتوصل وهم مش واثقين فيك وانه مش ما انك شكلك مش هتجيب مجموع ومش بتذاكر كويس، ويجي يقول لك الكلام ده، هم في نظرهم لما بيجوا يقولوا لك كده ان انت مثلا هتتحفز بقى وهتذاكر، مع ان ده مش حافز نهائي، ده اصلا بيجي على صحتنا والنفسيه، واللي هو اعمل ايه دلوقتي، شايفيني فاشل، شايفيني مش هجيب مجموع. فانا مش عايزه اي كلام بتاعهم ده ياثر عليك. قالوا لك انت فاشل، مش هتجيب مجموع، مش هتوصل، كل الناس هتوصل وانت لا، وعمرك ما هتوصل لحاجه. الكلام ده هما بيحاولوا يديوك موتيفيشن بس الطاقه سلبيه، فحرفيا مش هتعمل معاك حاجه غير ان هي تاثر عليك بالسلب. فما تحطهاش في دماغك خالص، اي كلام يقولوه يعني عشان اهلنا وكده بس ما تسمعوهوش برضه، ما تحطوش في دماغكم. اسمعوا خلاص، ما تردوش عليهم بس اوكي، ماشي، ما تضايقهمش. ولكن انت بينك وبين نفسك اثبت لنفسك اول حاجه انك تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها وانك مش فاشل. رقم 2 اثبت لهم ان الكلام اللي كانوا بيقولوه ده عكس اصلا كل حاجه، وانك قدرت توصل للي انت عاوزه حتى لو ما كنتش بدأت مذاكره ولسه بتبدأ وهم قالوا لك انك مش هتوصل للكلام ده كله. ما تحطش الكلام في دماغك برضه، ابدأ وركز. احنا أمة سيدنا محمد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال لو قامت القيامه، انا مش حافظه الحديث قوي عشان ما اغلطش، بس فيما معناه ان لو يوم القيامه جه وانت في ايدك فسيله اللي هو زي البذره كده او حاجه من بتاعه النبات، فاغرسها في الارض. طب ازاي يا رسول الله، احنا اصلا يوم القيامه والدنيا كلها بتطربق على دماغنا والكلام ده كله. اعمل لاخر ثانيه في حياتك، خلاص مفيش وقت معين. احنا مسلمين نقول على البركه للوقت، يعني دلوقتي ملناش دعوه بالوقت اللي عدى، احنا هنشوف البركه، والبركه دي تجيلنا من قربنا من ربنا وصلاتنا، وان احنا مثلا ربنا يوفقنا، مش هتجيلنا مثلا واحنا قاعدين بنستنى البركه. انا عارفه ان انا بقول لك كلام يعني كتير بس، ولكن ده الحقيقه وده الحاجات اللي المفروض تحطها في دماغك دلوقتي انا هقولك ازاي تلم المنهج في ال3 شهور دول بحيث انك تذاكره مره وتراجع عليه مره لو ما تعرفش اي حاجه في المنهج. اول حاجه هنقسم ال3 شهور دول 50 يوم و45 يوم، كده اخدنا على ال3 شهور 5 ايام زياده. ولكن هقولك انا هعمل ايه. اول 50 يوم دول هيبقى لكل ماده 10 ايام. عايز بقى تذاكر مثلا 10 ايام كلهم ورا بعض وتقدر تعمل كده، اوكي، بس الفكره مش الطف حاجه لانها تبقى ممله. عارف لما بتذاكر كل يوم بتصحى وبتنام وتصحى وتنام بتذاكر نفس الماده ونفس الدرس، فالموضوع هيبقى مش الطف حاجه ومش هتعرف تذاكرها كويس. ورشح انك تذاكر مادتين مثلا في ال10 ايام دول. هذاكر مثلا الصبح فيزياء واخر النهار انجليش، هذاكر مثلا الصبح كيمياء واخر النهار عربي، بحيث ان يبقى في تنوع في اليوم كده، ما يبقاش اللي هو ماده واحده طول 10 ايام. طبعا كل مادة 10 ايام كويس عليها جدا 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 انك تلم المنهج. وعاوزه اقول لك مالكش دعوه بالمدرسين بيعملوا الايام دي، يعني مثلا هم ماشيين ما اعرفش في الدرس الخامس عضويه وامشي معاهم ولا اعمل ايه، ما هيبداوا مراجعه وانا لسه بذاكر. افصل دماغك، انت ليك طريقه مذاكرتك لوحدك، خطتك لوحدك، مالكش دعوه باللي بيحصل. احنا نوصل لهم كده كده واحنا بنذاكر. اول حاجه لما نيجي نقسم المواد، اصلا مثلا لو هنتكلم على الفيزياء في كهربيه وفي حديثه. الكهربيه هي الصعبه شويه عشان دروسها كتير، تقريبا 12 درس، فاحنا هنحاول نربط الاجزاء ببعضها، مثلا نذاكر درسين في اليوم. ما تجيش تقول لي الدرسين كتار او مش هعرف اذاكرهم، لا، انت في مأزق وانت قدامك وقت ولازم تخلص كل ده في الفتره القليله دي. هي على فكره فتره مش قليله، بس علشان مثلا انت محتاج تحل افكار كتير فالفكره تبقى قليله، الفتره تبقى قليله شويه. ولكن انت لو اجتهدت وجبت اقصى ما عندك صدقني ممكن الاسئله اللي تحلها بس الفتره دي هي الافكار اللي تيجي في امتحان اخر السنه، ويكون مثلا بسبب دعائك وبسبب ان انت سعيد فربنا يجيب حرفيا الاسئله اللي انت ذاكرتها تلاقيها في الامتحان. هي والله بتوفيق من ربنا. فانت تعمل ايه؟
هنذاكر مثلا الكهربية في 12 درس، ممكن تقسمهم ازاي على 10 ايام مع الحديثة. الحديثة سهلة جدا، الحديثة ممكن يومين اتنين تلم كل الحديثة، لان الحديثة بتيجي كوبي بيست من الكتاب، مش بتيجي افكار، مش بتيجي لفة. هو حرفيا مثلا يجيب لك قانون، يجي لك تعريف، حاجة سهلة جدا في الحديثة هي مش صعبة. انما كل لعب بيكون في الكهربية، فاحنا نقسمه مثلا 7 ايام للكهربية و3 ايام للحديثة، وكده هتلم الفيزياء كويس جدا جدا. لازم برضو ال10 ايام تذاكرهم كلهم ورا بعض المادة كاملة. يعني مثلا هي اصلا في الحديثة لسه ما اتشرحش ولسه ما خلصتش، فانت ممكن مثلا تاخد ال7 ايام اللي انت هتذاكر فيهم الكهربائية في الاول، وتسيب ال3 ايام بتوع الفيزياء في الاخر على ما المستر يشرحوا ويخلصوا تكون انت وصلت له. فاهم انا بقول ايه؟ ولو مش فاهمين مثلا طريقه شرحي، او ان انا مثلا مش قادره اظبط لك يومك واحدد لك كل الحاجات دي، طبعا انت ممكن تشترك في اكاديميه ثانويه عامه هتظبط لك كل الكلام ده. انا رشحتها لكم في الفيديو اللي فات تقريبا، وهي كويسه جدا وعامله نتائج كويسه جدا جدا مع الطلاب. بتنظم لك اليوم، بتتابع معاك كل يوم بالصبح وبالليل، بتعمل لك جدول، بتقول لك مشكلتك الفلانيه ازاي تحلها، عندك مثلا مش عارف تنظم وقتك، مش عارف تنام كتير بتنام قليل، كل المشاكل اللي انت تقولها لهم حرفيا هم بيحط لك حلول وبيحاولوا يساعدوكوا فيها. وده اعلان غير مدفوع الاجر، انا والله مش بعمل لهم اعلان، انا اللي بقوله لكم علشان مثلا مصلحتكم، ان انا عايزه مثلا تكونوا كويسين. فالاكاديميه كويسه جدا جدا وبمبلغ رمزي بسيط جدا، واي حد مثلا بيجي من طرفي بيعملوا ديسكاونت فوق الديسكاونت اللي هم عاملينه. فهحط لكم اللينك تحت في التعليق المثبت، وهحط لكم برده في الديسكريبشن. طب وبالنسبة للمذاكرة في أول 50 يوم، هنسمع مثلا الفصل كله ولا نسمع درس بدرس؟ هتسمعوا درس بدرس، ولكن عاوز أقول لك حاجة. مثلا في مستر منزل الدرس مثلا في 3 ساعات، في واحد تاني منزله في ساعة ونص، انت تسمع مين؟ تسمع بساعة ونص، لانه هو حرفيا اللي شرحه في ساعة ونص والله هو اللي شرحه في 3 ساعات. ولكن الفكرة ان ده مزود مثلا حاجات، حل مسائل اكتر، انما هو الشرح هو دي طريقة شرح مختلفة عن ده، ولكن الفكرة اللي هتوصلك واحدة، اللي هتعرف تحل بنفس الطريقة عادي. التاني اللي هو 3 ساعات ده انت تشوفه مثلا لو كنت اول السنة، انما دلوقتي شوف اقل حاجة، مثلا حد شرح في ساعة اسمعه في ساعة، حد شرح في ساعة ونص، وواحد تاني في 4، فانت تسمعه بساعة ونص، وصدقني هيدوك نفس المعلومات ونفس التأثير اللي هتعرف تحل بيه كويس. واوعى تقول انك هتسمع مثلا مراجعه الفصل كل مره واحده ومش هتذاكر درس، لان حرفيا مش هتفهم اي حاجه. ومثلا في الفيزياء، في الكيمياء، لما تيجي تذاكر في الاحياء هتحس ان الدنيا كلها داخله في بعض. طب دي المساله دي كان القانون في الدرس رقم كام؟ طب كان شرحه ليه؟ معرفش ايه. تحس الدنيا مش الطف حاجه. المراجعه على الفصل كامل لو انت اصلا اوريدي كنت واخد الشرح قبل كده، حتى لو ما ذاكرتوش بس انت كنت عارف ده بيتقال في ايه. انما لو بتبدا من الاول فانت تسمع درس ده اجبار، وما تسمعش معسكرات. فوقك من المعسكرات اصلا، لان هي مش هي كويسه تلم، ولكن مش زي ما تسمع درس. ده بالنسبة لأول 50 يوم هنذاكر فيهم. ال45 يوم اللي بعدهم هنراجع بقى فصول، الفصل الأول في الفيزياء، الفصل الأول في الأحياء، الفصل الأول جيو، يونت انجلش، الكلام ده كله هنراجع عليه مرة واحدة. يعني بتروحش تسمع درس تاني وهتحل عليه كله. مش لازم برضو تسمع لما تيجي تراجع، في مراجعة مثلا 4-5 ساعات على الفصل، وفي مراجعة ساعتين، اسمع المراجعة الساعتين وابدأ حل. الحل مهم جدا جدا، فخلي أغلب ال45 يوم اللي بعد كده يكونوا أغلبهم حل. تسمع بس حاجة بسيطة كده تفكرك بالشرح الأساسي، ولكن انت هتركز على الحل في 45 يوم اللي قبل الامتحان. انت برضو لو الدنيا مش الطف حاجه لسه معاكم ومش فاهم قوي هتعمل ايه، ممكن تسال الاكاديميه اللي انا رشحتها لكم، هترتب لكم يومكم وهتنظم لكم اليوم وهتساعدكم في كل حاجه ان شاء الله. ولكن انا حبيت اوضح لكم سريعا كده انت هتعمل ايه في اول 50 يوم، وبعدين 45 يوم اللي بعدهم هتذاكر ازاي، هتذاكر درس ولا فصل، وهل هتلحق ولا لا. حوار انك هتلحق او ما تلحقش ده معتمد عليك انت بس، انت الوحيد اللي هتقدر تحدد انت تلحق ولا لا. انت معاك دلوقتي اكتر من 90 يوم تقدر تلم فيهم المنهج، وقسمتهم لك هتعمل فيهم ايه بالظبط. ولكن انت لو عندك صدق في العزيمه والسعي وسعيت بجد والتزمت بجد، وربنا شاف منك صدق في نيتك انك عايز توصل بجد، ان شاء الله هيساعدك وهيوفقك. ولكن ارجع له، ارجع صلي وارجع صلح علاقتك معاه، لانه ربنا الوحيد اللي هيوصلك لحلمك ويوصلك لاهدافك. مهما اتكلم انا واقول لك هتعمل كذا كذا وهتذاكر الدرس الفلاني وما اعرفش ايه، مهما حد يقول لك نصايح، هي اوريدي النصايح دي بتفيدك وتساعدك في حاجه، ولكن مش هتبقى زي ربنا لما يوجهك هو ويوفقك علشان تحل كويس وتجيب الدرجه والمجموع اللي انت عايزه. وحاولوا ترضوا اهلكم برضو الايام دي، حتى لو هم بيشدوا عليكم شويه او مثلا بيقولوا كلام قاسي او كده، حاولوا برضو تكونوا كويسين معاهم. بر الوالدين برضو من الحاجات الكويسه جدا الايام دي، واللي هتخلي ربنا يوفقك. حاول ما تزعلش والدتك ولا والدك حتى لو قاسيين في كلامهم عليك، حاول تستحمل واعتبر في ميزان حسناتك ان شاء الله.
لو عندكم اي استفسار او اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هحاول اساعدكم وهرد على الكومنتات ان شاء الله كلها في الفيديو بتاع النهارده. والفيديو الجاي انتظروني ان شاء الله، هقول لكم هنعمل ايه في رمضان بقى بالتفصيل ممل، هنذاكر ازاي وازاي تذاكروا 2000 ساعه في اليوم والحاجات الكتير اللي انتوا عايزين تعرفوها دي ان شاء الله نعملها في الفيديو الجاي. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. مع السلامه.